في قرار أثار موجة غضب واسعة، أصدرت جماعة صنعاء حظرا على دخول الفنان اليمني الشاب عمار العزكي إلى الأراضي اليمنية ومحاكمته غيابيا بتهمة الإساءة إلى المرأة اليمنية والعادات الاجتماعية عبر ألبومه الفني الجديد الذي تضمن مشاهد وصفها بيان الجماعة بالمخلة بالأدب والتراث اليمني. وجاء القرار بعد أيام من انتشار الألبوم الذي أظهر فيه العزكي رقصا جريئا ولباسا غير تقليدي للمرأة اليمنية، مما أثار جدلا حادا في المجتمع اليمني المحافظ. أعلنت لجنة الأخلاق العامة التابعة لجماعة صنعاء في بيان رسمي منع العزكي من دخول اليمن وإلغاء جميع تصاريحه الفنية السابقة ومحاكمته غيابيا بتهمة تشويه صورة المرأة اليمنية وانتهاك العادات والتقاليد، حظر تداول ألبومه الجديد ومراقبة أي نسخ منه وعدم نشرها أو التفاعل معها في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة، تهديد الحسابات والقنوات التي تنشر أعماله بإغلاقها فورا. ووصف البيان الألبوم بأنه استفزاز متعمد لقيم المجتمع اليمني، مشيرا إلى أن المشاهد التي تضمنها تتناقض مع الحياء والتراث اليمني الأصيل. رحب بعض المشايخ والقبائل في مناطق سيطرة الجماعة بالقرار، معتبرين أن الفن يجب أن يلتزم بضوابط الدين والعرف، واتهموا العزكي بمحاولة تقليد الفن الغربي. كما اعتبر نشطاء على منصات التواصل أن القرار قمع للحريات الفنية، مشيرين إلى أن الألبوم يعكس تنوع الثقافة اليمنية ولا يسيء لأحد. كما هاجم فنانون يمنيون القرار ووصفوه بالانقلاب على الإبداع. أدانت منظمات حقوقية القرار ووصفته بانتهاك حرية التعبير. القرار ضد عمار العزكي ليس الأول من نوعه، لكنه يؤكد سيطرة الجماعة على المشهد الثقافي في مناطق نفوذها. الأزمة تعكس تنامي التوتر بين رغبة الشباب في التغيير وهيمنة الخطاب المحافظ في ظل غياب حلول وسطى تحفظ حقوق الجميع. وفي الأخير لا تنسوا الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو. نراكم على خير.